8 حاجات الست بتحبها في الراجل وما بتقولوش عليها، يعني بتحبها في السر وانت طبعا مش عارف تفهم هي بتحب ايه. فانا بقى هقولك في الفيديو ده. بص يا صاحبي، هو لغز كبير كل الرجاله بتدور عليه. هو ايه فعلا اللي يسعد الست وانتوا مش عارفين مش عارفين؟ ايه اللي يخليها تبصلي نظره مليانه حب ورضا؟ عارفين؟ لا مش عارفين. ساعات بتفتكروا ان الحل في الهدايا الغاليه او الكلام الحلو، وساعات تقولوا يمكن في الشكل والفلوس، لكن الحياة مختلفة. الستات ليهم اسرار كتيرة وحاجات بيحبوها جدا جدا في الراجل، بس قليل قوي اللي يعترف بيها. مش عشان مش عايزين، بس هم طبيعتهم كده. ممكن تلاقيها ساعات مبسوطة وطايرة من الفرحة وانت نفسك مش عارف هو انا عملت لها ايه عشان تبقى مبسوطة كده. وعشان كده انا جاية النهاردة افتح لك السر المستخبي واقول لك على 8 حاجات. جاهز؟ صل على النبي. اول حاجة الاهتمام بالتفاصيل. تفتكر عيد ميلادها، تسألها كلتي شربتي نزلتي خرجتي عملتي ايه في يومك. ما تنساش حاجة، تواريخها كلها بالحرف، اوعى تنسى، لو نسيت على الله حكايتك. تاني حاجة واهم حاجة الطموح. الست بتحب الراجل اللي عنده حلم بيجري وراه، تحس كده ان هي مع حد قوي وعنده مستقبل. تالت حاجة المهمة جدا جدا الجدعنة والرجولة، مش الصوت العالي ولا العصبية، لا، انك تبقى ظهرها وقت ما تحتاجك. رابع حاجة واهم حاجة الاحترام اللي ما بقاش موجود دلوقتي. تحترمها قدام الناس وتحترم اهلها وتحترم رأيها، ودي نقطة ما ينفعش اي ست تتغاضى عنها. وتحترم رأيها، ودي نقطة مفيش اي ست تقدر تقاومها. والله زي ما بقولك كده. رقم 5 خفة الدم. خليك حلو بسيط مش كئيب. انا عارفه ان الرجاله كلها نكديين، بس كفايه. الست بتحب الراجل اللي يعرف يضحكها ويخفف عنها مهما كانت متضايقه. بص، اعمل لها اراجوز، ايه يعني؟ خليها تضحك. رقم 6 الاهتمام بنفسك. ما تبقاش معفن. ريحتك، لبسك، شكلك، ريحتك. زي ما انت ما بتحبها مهتميه بنفسك، اهتم بنفسك. هي كمان بتحب تشوفك شيك يا عم. ايه سابع حاجه بقى الحنان والاحتواء. ما بتعرفش صح؟ انا عارف. اسمعها وما تقاطعهاش. ما تفتكرش ان انت لو قاطعتها كده خدت جايزة نوبل. ويا ريت لو حسيت بيها من غير ما تتكلم، يا سلام، تبقى على قلبها زي العسل. 8 حاجة واهم حاجة والله في كل الكلام اللي انا قلته ده، ثقتك بنفسك. الست بتعشق وبتموت في الراجل اللي واثق في نفسه وعارف ياخد قراراته بس من غير غرور، عشان الست ما اقولكش عندها كبرياء فظيع. خلاصة يا جماعة ان ممكن الست ما تقولش الكلام ده بصراحة، بس لو عملتها هتلاقي معاها حب وراحة واهتمام اضعاف اللي انت اصلا متوقعه منها. جرب كده وشوف بنفسك، هتدعي لي يا ولد.